ازيكم يا اغلى اخوات؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده هنعمل سلطه البنجر، وكمان هنعمل معاها بتنجان مسلوق في ميه البنجر بطريقه جميله جدا، هيلسي وصحي، بطريقه حلوه قوي هتعجبكم. ونسمي بالله ونبدا. اول حاجه هجيب معايا كده 2 بنجر، امسكهم كده، اقطع الحته اللي تحت دي بس كده. طبعا غسلهم غسله كويسه جدا جدا. امسك بقى كده، اشيل الراس بالراحه كده، بس مش اكتر من كده. احطها، اعمل برضو التانية برضو نفس الكلام. اشيل الراس كده اهوت، واشيل الجزء اللي من تحت ده كده، واحطها وانزل بالميه كده. طبعا انا غسل البنجر غسله كويسه جدا، والميه دي هنحتاج منها حب صغيرين، والباقي هنحتاجه برضو بعد كده. هقول لكم بعدين هنعمل بيه ايه. بالشكل ده نسيبه كده على النار لمدة 20 دقيقة، من 20 ل25 دقيقة، وبعد كده. وهنا بقى معايا نص كيلو بتنجان غسلته كويس قوي. اشيل بس الراس بتاعته كده اهوت، وبعد كده همسك ايه، افتحه كده اهوت بالسكينة واشيله على جنب. والكبيرة هقسمها نصين، همسك كده وبسن السكينة كده امشي بالراحة كده، افتحها كده اهوت واشيلها. ولو معايا واحدة كبيرة زي دي كده اهوت، همسكها كده برضو، هقسمها نصين. الاول هفتحها كده من الجنب الاول بالشكل دوت، وبعد كده هقسمها نصين. هعمل بقى الكمية كلها وارجع لكم. وبكده خلصت الكمية كلها. هنعملها دلوقتي، هنسلقها في مية البنجر اللي احنا كنا سالقين فيها البنجر، وهوريكم ازاي. وهنا معايا بصلاية صغيرة كده، قشرتها وغسلتها كويس. همسكها كده بقسمها نصين بالظبط كده زي ما انتم شايفين، وبعد كده هعملها حلقات او نص حلقات زي ما انتم شايفين كده، يعني مش تخينه قوي ومش رفيعه قوي، بالشكل ده. دي هنحتاجها في سلطه البنجر. هاخد بقى البصل اللي قطعته كده اهوت، افصصه كده عادي بالشكل ده، وبعد كده هحط عليه ملح وخل وميه، واسيبه حوالي 10 دقايق يطلع يبرد، يعني ميبقاش حراق. ولو في يعني انتوا فاهمين قصدي، البصل لما بيقعد بيبقى. وبعد ما قطعت البصل بالشكل دوت، هنزل عليه بحبة ملح بالشكل ده كده، وبعد كده هحط عليهم حبة خل وحبة سماق، وانزل عليهم بحبة مية بالشكل دوت، واسيبه بقى ايه، يطلع بقى الحرقان بتاع البصل بتاعه ويدبل معايا كده، عشان هحطه على سلطة البنجر ويتاكل، يبقى طعمه جميل جدا، يبقى مسكر بالشكل ده. نركنه بقى 10 دقايق ونشوف البنجر اخباره ايه. هنا بقى البنجر بعد لسه يعني بعد 5 دقايق، طبعا هو لسه ناشف جدا. شايفين المية بتاعته بقت عاملة ازاي، حمرا وجميلة جدا. بعد كده اول ما يستوي، يعني احنا هنسيبه دلوقتي على النار، هو لسه ناشف. هوريكم ازاي لما يستوي. هياخد له حوالي من 20 ل25 دقيقة لحد ما يستوي، وبعد كده هنستخدم المية دي، مش هنرميها. اول حاجة هنعمل هنا بقى الصوص اللي هنحطه على البنجر او الدريسنج. وادوس كده، اعصر الليمون كويس قوي، ونعصر ليمونه واحده بالظبط كده. وممكن تعصري برضو ليمونتين، بس انا يعني ايه، مش بحب الليمون قوي، فهنعصر ليمونه واحده بالشكل ده. هناخد هنا يعني قد معلقتين زيت زيتون، ادي معلقه وادي التانية. وهناخد برضو معلقه خل او نص معلقه صغيره بالشكل ده. وهناخد برضو قد معلقتين دبس رمان، ادي معلقه،
نخليها نص معلقه بس عشان طلع تقيل. معلقه ونص دبس رمان بالشكل ده. هنحط حبه سماق صغيرين، وكمان هنحط حبه كمون صغيرين برضو، وهنحط حبه ملح برضو صغيرين جدا، ونقلب كل السوائل دي كده ببعضها بالشكل ده. طبعا لسه هنحط بقى نص كوبايه بنجر. شايفين الصوص خطير ازاي، يجنن، ريحته تجنن وطعمه خطير جدا. لما يتحط على سلطه البنجر هيبقى جميل جدا جدا. وهنا بقى خدت نص كوبايه ميه بنجر اللي سلقنا فيها البنجر، وانزل بقى على الدريسنج بتاعنا اللي احنا عملناه بالشكل ده، واقلب كويس كده. وكده بقى معانا الصوص او الدريسنج بتاعنا كده جاهز للبنجر بالشكل الجميل. وهنا بقى بعد ما عدى 25 دقيقة هنشوفه كده اهوت. يعني ندوس كده بالسكينة، السكينة بتدخل بكل بساطة وبتطلع برضو بكل بساطة كده. كده المفروض تمام كده استوى معايا، بس انا هسيبه كمان 5 دقايق تاني عشان يعني انا عايزاه يكون مستوي قوي. هسيبه كده 5 دقايق وارجع له. وكده بقى بعد ما عدى 5 دقايق تانيين على 25 دقيقة، يعني كده قعد معايا بالظبط نص ساعة. شايفين عامل ازاي؟ يعني بقى مستوي على الاخر خالص. بس السكينة بتدخل وبتطلع بكل بساطة. هبتدي بقى ايه اخده كده اهوت واسيبه يبرد شوية. اطلعه كده واحدة بالراحة على مهلي، بالراحة كده. هنا بقى بعد ما طلعت البنجر، البتنجان اللي انا قطعته هسلقه في ميه البنجر كده بالشكل ده. يا سلام كده على المنظر، يجنن. احط البتنجان كله كده واسيبه يتسلق بالشكل ده. هحط على البتنجان رشة زيت، يعني قد معلقة زيت او معلقتين زيت بالكتير قوي، مش كتير كده، بس خلاص تمام كده. وابتدي بقى ايه اغطي بقى البتنجان واسيبه من 10 ل15 دقيقة لحد ما يستوي معايا. وانا برضو مش عايزة البتنجان يبقى مهري قوي. وهنا بقى كان البنجر لسه برضو يعني ما بردش شوية، لسه سخن. بس انا هنا بوريكم ان هو بص بيتقشر معايا بكل بساطة ازاي. مسافة بس ما اضغط على القشرة كده بالراحة بالشكل ده بيطلع. طبعا هو سخن انا مش قادرة امسكه، فانا هسيبه يبرد شوية ونكمل تقشيره. ملحوظة احنا ما نحطش عليه مية ساقعة ولا نسيبه، يعني نسيبه يبرد براحته. يعني نسيبه كده 5 دقايق يبرد مع نفسه كده. ما نحطش عليه مية ساقعة عشان ما يتجلدش معانا. شايفين هو لسه سخن شوية برضو، بس انا مستعجلة فانا هقشره. هسيبه بقى كده 5 دقايق يبرد خالص وبعد كده نقشره. وهنا بقى كده هقشرها. عدت 5 دقايق، هي برضو لسه سخنة بس هديت شوية، يعني قادرة امسكها دلوقتي بالشكل ده. وممكن بالسكينة كده امشي بالسكينة بالراحة كده تتقشر بكل بساطة. شايفين بتعمل ازاي؟ هقشرها وارجع لكم. وبعد كده هجيب بقى البنجر واقطعه. شايفين بتقطع ازاي بكل بساطة؟ اقطعها برضو كده. ولازم البنجر يتقطع سخن شوية، يعني ما نستناش عليه لما يبرد خالص عشان ما يجرحش. نشتغل فيه وهو سخن كده. نعمل بقى مكعبات زي ما انتم شايفين كده، مكعبات حلوة كده. طبعا ايديا احمرت وانا بحب ايديا تبقى حمرا كده. مستوي جدا بالشكل ده.
هعمل الكميه كلها وارجع لكم. وبعد ما قطعته بالشكل ده كله كده، اجيب بوله كده وانزل كده بالبنجر كله كده. هنزل بقى بالبصل اللي احنا قطعناه، كنا مقطعينه بقى، طبعا شفتوا انا عملته ازاي كده بقى. البصل اللي طعمه مسكر جدا. وبعد كده برضو هنزل بالخضره، كزبره بس مش خضره، يعني انا حاطه كزبره بس بالشكل ده، حبه كزبره صغيرين يعني قد نص رف كزبره بالشكل ده. وبعد كده بقى اخر حاجه هننزل بقى بالدريسنج اللي احنا عملناه او الصوص اللي احنا عملناه. شايفين شكله خطير جدا. ننزل بقى كده ونقلب المكونات كده ببعض كده. سلطه البنجر دي طبعا كلها فوائد ولذيذه جدا ومفيده جدا جدا، كلنا عارفين فوائدها قد ايه، بس شكلها خطير وطعمها يعني احلى واحلى. الطريقه دي جميله جدا، انا بحب سلطه البنجر بالطريقه دي، بص عامله ازاي خطيره جدا. وننزل بقى بيها كده بالطبق التقديم بالشكل ده. هننزل كده شايفين الجمال، خطيره. وبكده بقى سلطة البنجر بقت جاهزة معانا، شكلها بيشهي ولذيذ، والصوص بتاعها والدريسنج بتاعها اللي فيها خطير جدا. شايفين عاملة ازاي، لذيذة جدا. جربوها هتعجبكم وهتعتمدوها جدا. اللي ما بيحبش البنجر لو جربها بالطريقة دي هتعجبه جدا وهيعتمدها على طول. طعمها خطير، شايفين عاملة ازاي، حلوة جدا. وهنا البتنجان اخد معايا 10 دقايق بالظبط بالشكل ده، وسبته يبرد خالص عشان هنحشيه بعد كده. سلقته هنا كده في مية البنجر، طبعا خطير جدا. هنيجي هنا بقى للحشو بتاع البتنجان، هنحط حبة ملح زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده هنحط يعني قد 10 فصوص توم كده بالشكل ده، وهنحط حبة كزبرة صغيرين كده، وكمان هنحط معلقة هريسة شطة وهندقهم مع بعض. وهنا بقى بعد ما دقينا التوم بالشكل ده بقى ناعم خالص كده، هجيب بقى البتنجان كده، هاخد حبة صغيرين كده واحشي البتنجان كده. هعمل الكمية كلها وارجع لكم. هنا كنت بوريكم البتنجان، شايفين البتنجان لونه احمر ولذيذ ازاي من جوه بسبب الميه اللي احنا سلقناه فيها، ميه البنجر على فكره مفيد جدا جدا جدا. يلا هحشي الكميه كلها وهرجع لكم. وهنا بقى حبه التوم اللي زادوا هنحط عليهم حبه خل صغيرين كده، وهناخد عليهم حبه ميه بنجر اللي سلقنا فيها البتنجان بالشكل ده صغيرين كده مش كتير، وهندوبهم كويس كده كده. وبعد كده هجيب بقى احط على وش البتنجان كده بالشكل ده. وبعد كده هجيب بقى الليمون واعصر كده ليمون عليه، وبكده البتنجان بقى جاهز معانا بالشكل ده. يا رب يكون عجبكم. شايفين بقى البتنجان عامل ازاي، وكده البتنجان بقى جاهز معانا. وكده النهارده عملنا سلطة البتنجان او مخلل البتنجان، وعملنا سلطة البنجر.
شايفين خطير ازاي؟ يجنن. جربوه بالطريقة دي هتعجبكم جدا. وطبعا حبة مية البنجر اللي سلقنا فيهم البنجر وسلقنا فيهم البتنجان انا مش هرميهم طبعا، استحالة. حلوين جدا ما شاء الله، كلهم فيتامينات يعني، كلهم حديد. فانا ايه هخليهم لما يجي اعمل سلطة احط عليهم، احط على السلطة منهم. تحفة جدا. كده البتنجان المسلوق في مية البنجر مع سلطة البنجر تحفة جدا جدا. جربوا الطريقتين دول هيعجبوكم جدا وهتعتمدوه. يعني كده حاجات حلوة كده يعني لما تيجي تعملوا مثلا اكل كده، بطاطس وحاجات كده يعني شعبية شوية، تنفع معاها جدا. وسلطة البنجر دي بتنفع معاها مع اي اكل يعني، سواء اكل شعبي او مش شعبي. هي تنفع كمان للدايت، حلوة جدا للدايت. وبرضو البتنجان ينفع للدايت لان ما فيهوش اي دهون غير معلقتين زيت بس. يعني الصراحة السلطة دي تنفع للدايت، حلوة جدا. ويا رب تكون عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في قناتي، واشوفكم في وصفات كتير ان شاء الله. مع السلامة.